يا مساء الفل. تخيل انك قعدت شهور تكتب كود وعملت المانيوال تيستنج لكل زرار والاوتوميشن زي الفل، وفي يوم اللانش دخل 20,000 مستخدم في نفس الدقيقة يحجزوا رحلة يشتروا منتج. فجأة السيرفر جاب ايرور 500 والابليكيشن مات. ساعتها كل التستنج اللي عملته ملوش لازمة، لانك نسيت تسأل سؤال واحد: هاي السيستم هيستحمل كام يوزر؟ اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في البرفورمانس تيستنج. عشان نتكلم صح لازم نرجع للدستور بتاعنا، وهو ال ISTQB. اختبار الأداء مش مجرد إننا بنشوف السيستم سريع ولا بطيء، هو مبني على 3 أساسيات. أول حاجة السرعة، الريسبونس تايم بتاع ال API بياخد كام ملي ثانية. تاني حاجة سكيلتي، القدرة على التوسع، هل السيستم لو النهاردة استحمل 1000 يوزر مثلا، هل بكرة هيستحمل 10,000؟ مش عارفين. تالت حاجة stability، الاستقرار، هل السيستم يقدر يفضل شغال 5 ساعات مثلا من غير ما يحصله حاجة؟ فتعالوا نربط ده بالواقع. في تخصصنا في الموبايل والاي بي اي، لما اليوزر بيضغط على زرار حجز رحلة مثلا، الموبايل بيبعت ريكوست للاي بي اي. لو الاي بي اي ده سريع جدا، طب الريسبونس هيجي في ثانية. طب لما يكون الريكوست ده مثلا يتضاعف للآلاف، يعني 100,000 مثلا يبعتوا في نفس الوقت، ده بيحصل حاجة اسمها عنق الزجاجة، يعني الداتابيز أو السيرفر بيبقى خلاص كده. فهنا بيجي دورنا ككيو اي، احنا اللي بنعمل المحاكاة سيموليشن قبل ما الابليكيشن يروح لليوزر الحقيقي. بعد كده هنتكلم عن الأنواع. هو مش نوع واحد بس دول أهم الأنواع. أول حاجة اللود تيستنج، ده بنختبر السيستم في ظروفه الطبيعية والمتوقعة، مثلا 500 يوزر. تاني حاجة الاسترس، احنا بنضغط على السيستم فوق طاقته عشان نشوف هيقع فين وايه أول حاجة هتتكسر. تالت حاجة الانديورنس، بنسيب الضغط ده شغال تمام لفترة طويلة عشان نضمن ان هو مش هيسرب بيانات او يهنج مع الوقت. تالت حاجة السبايك، ده احنا بنخض السيستم، يعني مثلا بندخل ب1000 يوزر مرة واحدة ونطلع على طول، وبعدين بنضف السيرفر واستنى 10 ثواني وادخل تاني ب1000 يوزر. ايه الهدف؟ الهدف ان انا بشوف الريكفر اللي السيرفر هيعمله، هل عمل تنظيف بسرعة ولا بياخد وقت طويل. في النهاية طبعا الكلام ده كله مستحيل يتعمل مانيوال، محدش هيجيب 10,000 واحد يمسكوا موبايلات ويضغطوا في نفس الثواني. عشان كده الفيديو الجاي هنتكلم عن التول اللي هنستخدمها، وهي الجيميتر، وهنمسك الاي بي اي اللي عملناه ونعمل له تيست حقيقي عليه. خلينا نشوف شكل الجيميتر. ده بيكون شكله بكل بساطة، احنا بننزله بس بينزل ملف مضغوط وبنفكه، ندخل على بن ونيجي هنا ونفتحه، وده بيكون شكله. وبس كده، سلام.